والشيف شخشوخ بلش بتنظيف القلاية، وأكيد لابس شبشب أبو إصبع. والقلاية تاريخية، كانت تستخدم كدرع وخوذة للجنود لحمايتهم في الحرب العالمية الأولى والثانية، وتستخدم في لعبة ببجي كمان. والشيف شخشوخ المبطوح بلش يفقس ببيضاته ويرمي القشر على بحيرة السلاحف اللي وراه. ما تحطهم في القلاية أحسن ونخلص كلنا، الزباين والمعلق والمشاهدين والمستمعين. وبلش يخلط ويخربط ويلخبط بالبيض، ومن المؤكد باستخدام ايده وجلدة ايده الميتة بحط البصل في المقلاة مع الزيت. ومن كمية الزيت بنقدر نعرف انه زبون طالب صحن زيت وعليه بيضتين. وبطريقة احترافية بلش يقلي بالبصل، لولا العيب والزيت سخن كان خلطهم بايده. ولو احلف لكم انه تيشيرت الشيف المبطوح كانت بيضة ما حدا راح يصدقني. والشيف المبطوح بلش يحط في بيضاته في المقلة، والبيض المقلي صار لونه بيج لانه انخلط مع صدى القلاية. لو منركز شوي راح نلاقي ميكروبات بتسبح مع البيض، وشوية بكتيريا بتمارس هواية الغوص في القلاية، وهاي جرثومة بتنط بالجو وبتلف 3 لفات وبتشك راس في القلاية. طلع من تحت الطاولة طماطم مقطعة، احنا ما شفناه وهو بقطعها، فهاي الطماطم مشكوك فيها. وضاف فلفل اخضر عشان القولون يتفجر، وفلفل احمر عشان البواسير ما تزعل، والمزيد من الفلفل الاحمر الحراء عشان السكتة القلبية تكون اسرع واسهل. وبلش يخلط المكونات مع بعض، فعلا اشي يستحق التجربة وبيفتح النفس قبل ما تودع الحياة. والله ضاف مكون بني له ريحة مخضرة، ضارب لونه على خضار، شكلهم بلشوا يخللوا بالمكون البني، مع رشة ملح من ايده الناعمة واظافر ايده المقرمشة، وشوية من ورق شجر الموت الاخضر منشف. وبلش بخلط المكونات، طبعا كل شيء على المكشوف، والموضوع عندك انت اللي بتقرر، يا بتموت يا بتتوفى. اوبا، وصل المكون الزهري اللي كلنا بنحبه، وضافها على الطبخة عشان تعطيه ريحة واروما بتجنن. وبلش بخلط الشوربة المبطوحة، وزي ما انتم شايفين المطعم مطل على اطلالة ساحرة في قلب المزبلة، عفوا في البحيرة، وفي سنجاب تحت الطاولة نايم قيلولة العصر. ايوه، وبختمها بالمكون البني اللي له ريحة عشان التسلخات والتفلخات، وفي جرد غاز على الارض عشان تموت يا متسمم يا متفجر. وصارت طبختنا او شوربتنا جاهزة، وبتم نقلها على طنجرة تانية، واسمها وجبة الشيف شخشوخ المبطوح. بس تاكلها جسمك كله بصير منفوخ، وصوتك مبحوح، وبنكرياسك مسلوخ. ويجاني تهديد مصور من الشيف رجيف شخصيا. ليش كده انت كلام؟ ليش كده كلام؟ ما في كلام كويس. والهنود صاروا يشوفوا فيديوهاتي، واجاني رسائل تهديد كتير مكتوب فيها رفيق انت لازم موت.